يلا بينا كده نبدأ يومنا بالصلاة على الرسول عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. إن شاء الله كده نعمل معانا ورقة اللحمة، سهلة جدا جدا، طريقة بسيطة هتعجبكم إن شاء الله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا كده أول حاجة اللحمة دي المفروض تبقى شرايح رفيعة خالص فوق مقاس البفتيك، يعني البفتيك تبقى هي يعني زيادة عن البفتيك بشوية، يعني هي تبقى بالشكل ده شرايح رفيعة عشان تستوي معايا وتبقى سهلة في السوا وما تاخدش معايا وقت وتستوي مع الخضار. وطبعا احنا بنقول للجزار احنا عايزينها من الانتركوت، حته لحمه كده طريه من الانتركوت. كلها بتبقى نفس النظام كده، شرايح بالشكل ده. ومعانا بعد كده كميه بصل، وافضل البصل ابيض بس كميه حلوه يعني كبيره، انا بحب البصل في ورقه اللحمه. ومعانا بصل قورمه، بصل قورمه الصغير ده اللي بيتعمل مخلل. ومعانا 6 وحدات كده او 6 7 فصوص ثوم. ومعانا فلفل رومي وقرن فلفل حامي، و3 كوسات كده ولا 4. ومعانا طماطم، وفي بطاطس 4 بطاطسات كده، طبعا انا غسلاهم وحطهم في ميه. وجزر وكرفس. بناخد العيدان بتاعت الكرفس بس مش الورق، العيدان بتاعت الكرفس. وبكده معانا ملح وفلفل اسود. هنتبل اللحمه كده من ناحيتين. ممكن على فكرة الورقة اللحمة دي تعمل ني في ني، يعني من غير ما مدي للحمة صدمة واشوح الخضار وكل ده. بس هي بصراحة كده بتبقى احلى، والخضار كده بتشرب من بعض وكده يعني وبسد المسام بتاعة اللحمة. انا بفضل يعني الطريقة دي احسن، يعني بتديني طعم احسن. كده بنتبل اللحمة من ناحيتين كده حبايبي. دي اول حاجة وبنركنها على جنب. بعد كده بغسل بقى القطاعة بتاعتي وبغسل ايديا عشان اقطع الخضار. رحت بقى ايه عشان نقطع الخضار كده. دي البطاطس اللي انا غسلاها وكنت نقعها في ميه، هنقطعها برضو كل الخضار هنقطعه قطع كبيره عشان تستحمل معايا السوا وما تتهريش معايا. كده مكعبات كبيره اهيت وحطها برضو في ميه. بكده يا حبايبي خلصنا بقى تقطيع البطاطس. هشطفها بس شطفه كده خفيفه، وبحط عليها شويه ميه برضو كده عشان ما تسودش معايا. بشطف القطاع بس والسكينه مكان البطاطس. هنقطع الجزر برضو كبير، قطع كبيرة كده. هشوفه برضو كده شطفة برضو. او ممكن احط عليه مية او ممكن ما احطش لان الجزر مش بيسود يعني عادي. شطفت برضو القطاع مكان الجزر عشان اعمل الطماطم. هنقطع الطماطم كبيرة، يعني ممكن على 4 ولا 6 علشان تستحمل معايا السوا. وبعد كده بنقطع الفلفل. وده قرن فلفل حامي هنقطعه برضو معاها كده، بس انا لقيته حامي قوي يعني بشيل البذر منه عشان البذر ده بيكتر الحمو بتاع الفلفل. قلت يعني عشان
يعني يبقى الحوض بتاعه معقول. يعني شلت البذر منه، بقطع الكوسة كبير كده قطع كبيرة. هحطها بقى مع عيدان الكرفس، بناخد العيدان بس مش بناخد الورق. بنقطع البصل بعد كده جوليان عادية خالص بقى، ممكن دي يعني رفيعة خالص مش مشكلة، يعني رفيعة عادية خالص يعني. طبعا بفضل البصل الابيض في ورقة اللحمة دي عن الاحمر. الابيض ده بيديلها تسكيرة كده حلوة وبيكرمل معايا احسن من الاحمر. يعني بفضل الابيض عن الاحمر في الوصفة دي. ومعايا بصل القوارمة ده برضو اختياري، ممكن لو انتي مش عايزة البصل القوارمة اختياري ده خالص عادي. بحطه بس في حاجة اوسع علشان اعرف يعني اقلب الملح بالفلفل كده، ادعكه بالملح والفلفل. وبكده يا حبايبي خلصنا تقطيع الخضار كله. هنروح بقى في طاسة كده على النار، هنحط معلقتين زيت ومعلقتين سمنة هيسخنوا معايا كده. وفي البايركس التاني ده برضو هحط معلقتين سمنة ومعلقتين زيت عشان هعمل فيه الخضار، اشوح فيه الخضار. وبكده يا حبايبي هنزل بقى بالبصل على الزيت ومعلقتين السمنة دول كده، ياخدوا تتبيلة حلوة معايا كده ويتبلوا والبصل يتكرمل كده. وحطيت 6 7 فصوص توم عليهم. ممكن لو عندي روزماري كنت حطيت يعني عود روزماري كده مع اللحمة في الزيت بتاع اللحمة في الطاسة بتاعت اللحمة دي. وفصين توم برضو معاها. وممكن اللهم صل على النبي، يعني لو مفيش خلاص يعني بنقلب البصل بقى يدبل معانا كده. وبعدين بننزل بالبصل القوارمة. اللهم صل على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللحمة كده تديني اللون الذهبي كده الحلو ده، بنطلعها لحد بقى ما نخلص الكمية كلها كده. صفينا بقى المية من الجزر ونزلنا بيه على البصل، ياخد تقليبة كده. وبعدين البطاطس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطينا بقى الكوسة والورق الكرفس، عيدان الكرفس قصدي. وبتتقلب. وبعد كده الفلفل اللي احنا قطعناه دوت، والقرن الفلفل اللي اتقطع برضو معاه. وبعد كده الطماطم دي بنحطها اخر حاجة. بحط معلقة سكر ومعلقة ملح ومعلقة جوز الطيب ومعلقة كبيرة 7 بهارات. وبنقلب يا حبايبي الخضار ده كله. بس الكمية جت كبيرة بقى في البايركس، انا هقسمه كده في حاجة تانية علشان اعرف اقلبه. وكده قسمته بقى كده وقلبته تقليبة حلوة وما بياخدش تقليبتين كده على النار عشان مش عايزة الخضار يستوى معايا. وخلاص اللحمة كده قربت خلاص، اديتها وش كده صدمة من ناحيتين. وجبت الصينية الحلوة ديت وجبنا ايه ورق الفويل دوت. هنقطع كده يعني 2 كده قطعتين كده عشان اعملهم افردهم في قاع الصينية. هعمل واحدة عكس واحدة كده.
بس بتك عليها كده في قاع الصينية وبهوي كده من الجنب عشان افردها حلو في القاع، وبعد كده بحط ورقتين زبدة عليها، ورق زبدة كده برضو نفس المقاس كده، بقطع اتنين واحدة عكس واحدة زي ما عملت في ورق الفويل. وبعد كده يا حبايبي بنحط الخضار بقى. بكون كده في الوقت ده مولعة الفرن على درجة حرارة 180، وبنحطه في الرف اللي قبل الأخير، يعني من الرف الوسطاني بيبقى، يعني الرف اللي قبل الآخر بنزل الرف الوسطاني دوت لحد ما يبقى في الآخر خالص يعني. وبعد كده برص اللحمة على الوش بقى كده، بتقعد ساعة ونص في الفرن حبايبي، وبعد كده بنطلعها. دي الصوص اللي باقي من اللحمة بحطه كده على الوش. ما حطيتش خالص ميه خالص في الصينيه، ولا حطيت ميه على الخضار خالص خالص عليه خالص، يعني انا ما فيش ميه خالص استعملتها في ورقه اللحمه. بعد كده بحكم بقى بكمره كده، بكمر الخضار معايا كده علشان السخونيه والبخار يطلع كده يسوي لي اللحمه حلو ويسوي لي الخضار. بقفل الاول ورق الزبده على الخضار واللحمه، وبعد كده بقفل الفويل، وبدخلها الفرن بقى على الرف اللي في الوسط على درجة حرارة 180، ساعة ونص. بكمرها كده وبغطيها حلو قوي قوي عشان البخار ما يتسربش من اي حته. طبعا بقى بعد يعني قعدت كده قبل ما الصينيه تطلع من الفرن بنص ساعه، عشان اللي عايزه الرز يبقى سخن بدات اعمل في الرز. حطيت معلقتين سمنه ومعلقتين زيت، وحطيت كوبايه كده شعريه، والشعريه اتحمرت كده معايا باللون الحلو دوت. نزلت بالرز المغسول، وكان في ميه بتغلي معايا اهيت. بس انا بشوح الرز حلو قوي قوي الشعريه علشان يعني يبقى مفلفل كده حلو. بص يا تنتني قلب فيه لحد ما بقى عامل ازاي، لازم ياخد التقليبه حلوه كده ويتشوح مع الشعريه. حطيت معلقه ملح ونزلت بالميه السخنه. غطينا الرز كده لحد ما الميه تغطي الرز، ما بنغطيش عليه خالص الغطا دلوقتي لحد ما تتشرب الميه بتاعته، الرز يتشرب الميه. بقلب حلو بس عشان معلقه الملح اللي انا حطيتها. بس كده بسيبه لحد ما تشرب الميه، بديله تقليبه وبغطي عليه، اغطي واروح جايه موطيه النار خالص بقى لحد ما يستوي. البخار سخن جدا. بص اللحمه دايبه، بص اللحمه عامله ازاي يا جماعه. شوفوا تاني بس. بص اللحمه كوسه. بص الخضار عامل ازاي، بطاطسايه.
بصوا والله تحفه. بصوا الخضار تحفه. الخضار دايب ازاي، كل الخضار دايب والكوسه دايبه. ناخد واحده بصلايه اورمه كده. بص البصلايه بقى دي عامله زي المشويه بالظبط، يعني تحفه. اوريكم الشوكه فين. بصوا بقى الطعم بتاع البصله دي، لا تحفه والله بجد. واللحمه دايبه. بص اللحمه بتتقطع ازاي، كله يعني بسم الله ما شاء الله. بجد بجد جربوها. نجيب معلقه اوريكم الصوص بتاعها. بص بقى الصوص. صينيه البطاطس اللحمه تحفه تحفه تحفه. بص الصوص اللي فيها، يعني لسه فيها، انا ما حطيتش ميه خالص. بصوا بس انا سخنه كده. بصوا الجمال. شايفين الصوص قد ايه فيها اهو. مش عارفه ليه باين ولا ايه، قولولي قولولي باين ولا ايه. لا بجد بجد جميله جدا جدا جدا. والخضار كله مستوي، يعني بصوا الفلفل والبطاطس والكوسه كل الخضار مستوي، طالع معانا زي الفل. جربوها وقولوا لي ايه رايكم حبايب قلبي. البصل طبعا، البصل ده المشوي ده طعمه خرافه، طعمه تحفه، يعني هو يعتبر مشوي في الفرن. بص كل حاجه يعني بص البطاطسايه يعني دايبه كده، دوب دايبه. بص البطاطسايه دايبه والجزر دايب والبصلايه القوارمه، لا تحفه بجد. عايز اكل. لا بجد تحفه جميله جدا جدا جدا. بحب البصل المشوي قوي ده فيها، بيديها طعم كده وبيديها تسكيره كده في منتهى الروعه. نغرب بقى الرز معانا. واو على الرز، واو على الرز. الرز كمان لسه طافيين عليه. بصوا الرز مفلفل ازاي. بصوا الرز اهو لحد الحله اهوت. بصوا ولا لازق ولا اي حاجه. نغرب بقى الرز معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي بقى ناخد من الخضار ده، بس نشيل بقى الحاجات دي كده، نشيل النحكشه دي، نشيل كده. عشان نبين الجمال ده بس كده. طيب هنشيل بقى اللحمه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص اللحمه دايبه، بص هتقع من الشوكه والله. بص اللحمه عامله ازاي، اللحمه دايبه. هنشيلها بس كده. تمام. وبعد بقى ما نغرف ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص البصل، بص البصليه بحالها كده تحط كده جميل. والبطاطس، حتى الطماطم بصوا الطماطميه ما اتهرتش معايا ازاي، الطماطميه زي ما هي. بصوا هناخد بقى من الخضار العسل ده كده. ولا الريحه يا جماعه، الريحه تحفه تحفه تحفه. بسم الله ما شاء الله. كده نجيب بقى الشوكتين دول كده.
ايه ده الطبق ما كانش باين يا خساره. الطبق اهو. والله. ايه رايكم بقى؟ رز مفلفل، الخضار زي ما هو ما تهراش معانا، الخضار كل حاجه سليمه ودايبه دوب كده، واللحمه دايبه زي ما احنا شفنا كده. اتفضلوا معانا بقى. ايه رايكم في الطبق التحفه ده؟ لا صينيه تحفه والله، وجربوها وتغيير اكل يعني. احنا بنزهق على طول من ان احنا نطبخ اللحمه كده في الحله يعني على طول، او ان احنا نسلقها او يعني بالطريقه التقليديه بتاعتنا. فديت يعني وجبه جميله جدا، وجبه متكامله. بسم الله ما شاء الله. مش عارفه اقول لكم ايه والله العظيم. الطعم حكايه انا ما دقتش لسه، بس هو الطعم الريحه طالعه تحفه، وكل حاجه دايبه، كل حاجه دايبه كده يعني. بس ممكن ادوق يعني. ممكن ادوق ايه؟ ممكن ادوق حاجه. حكايه. حكايه والله تحفه. تحفه تحفه تحفه. وكده حبايب قلبي نكون خلصنا الحلقه بتاعتنا. يا رب تكون عجباكم يا رب، ويعني حاجه جميله جدا. مش عارفه يعني اقول لكم ايه. كل حاجه دايبه، واللحمه دايبه، والبصل القوارمه ده تحفه جدا جدا، والخضار ريحه رائعه. بص البطاطس الجزريه زي ما هي، كل حاجه يعني، حتى الطماطم ما اتهرتش معانا، والخضار طالع كده جميل. اللحمه بص مش مستحمله الشوكه، اللحمه بتقع من الشوكه كده. اللحمه بصوا يعني دايبه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم يا حبايب قلبي، وان شاء الله كده تجربوها وتقولي ايه رايكم فيها. بصوا الجمال. جربوها كده يا حبايب قلبي، وقولي لي ايه رايكم فيها. طبعا الاكله دي ما تحلاش الا الطبق طبعا مخلل كده حلو من اللي احنا عاملينه. ثواني اجيب لكم طبق مخلل. بسم الله ما شاء الله. يلا هجيبه هنا عشان نشوف هنعمل ازاي كده. طبق مخلل بقى كده وشويه سلطه. بسم الله ما شاء الله. واو على الفلفل. بصوا الفلفل ده اللي احنا كنا عاملينه مع بعض برضه. طلع فلفلتين كده. اطلعي يا ماما اطلعي. اهي. بصوا الفلفلايه. مش باينه. وبعدين بقى ايه، نطلع بقى شويه ليمون كده بالمعلقه. مش عارفه اوريكم الليمون ولا المخلل ولا اللحمه ولا ايه. نطلع برده شويه فلفل، فلفلتين كده برده. تعالي تعالي اطلعي. مش عايزه تطلع حبيبتي. يلا بينا. واو يلا بقى نتغدى مع بعض.
شويه سلطه بقى كده، واكله تحفه بجد. اعملوا لايك وسبسكرايب، متنسوش تشتركوا في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.